وفاة والد حارس منتخب مصر الأول والنادي الأهلي النجم محمد الشناوي. صرح مصدر لموقع مصراوي أن والد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي لقي مصرعه أثناء وجوده في سيارة كانت في طريقها إلى الواحات، لكن اختل توازنها وانقلبت بعد الكيلو 292. ويدعى والد نجم النادي الأهلي السيد محمد الشناوي، ويبلغ من العمر 70 عاما، ويقيم في مركز الحمول بمحافظة كفر الشيخ. تم نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي. ومن جانبه نعى خالد الغندور والد محمد الشناوي في منشور عبر حسابه خالص العزاء للكابتن محمد الشناوي. طبعا يذكر أن محمد الشناوي لم يشارك في أول مباراتين للنادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وذلك أمام نادي مودرن سبورت وفاركو. طبعا والد محمد الشناوي ندعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. كل التعازي وكل تعازينا، وننعي نجم منتخب مصر الأول وحارس منتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن محمد الشناوي. بندعو لوالده ونقول ربنا يرحمه ويغفر له، وإن شاء الله ويجعل مثواه الجنة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي.